انا عارف ان معظم مطاعم الفرايد تشيكن دلوقتي اسعارها بقت غاليه قوي، بس المطعم ده فاجئني باسعاره. فاحنا النهارده جينا المعادي عشان نجرب تيكوس ونشوف الكواليتي بتاعه حلو زي اسعاره ولا ناخد بعضنا ونروح وندعي على اللي كان السبب. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه كل العروض دي ب 99 جنيه. تعالوا نبدا بالسندوتشين دول سندوتشين جونيور وسعرهم 99 جنيه. صوص جبنه، قطعه فراخ وشويه خس وتحت مايونيز. بسم الله. سندوتش بسيط بس الفراخ طعمها حلو قوي. فراخ كريسبي، التتبيله داخله لغايه جوه مع الخس والمايونيز وصوص الجبنه، فعلى السعر انا شايفه عالمي. تعالى نخش على اخوه. قطعه الفراخ يا جماعه كبيره قوي على سندوتش جونيور. لا هي الفراخ عندهم حلوه قوي يا جماعه. هو سندوتش بس الفرق الوحيد هو السموكي. نخش على العرض اللي بعديه وده سندوتش اسمه ميوزيكال، بيجي معاه بطاطس وهي يا جماعه نازله لي سخنه قوي، فنلحقها الاول. بسم الله. حلوه مش شاربه زيت وسخنه. احنا لبسنا كلافزات عشان الدنيا هتبدا تلغوص معانا. بسم الله. سندوتش حلو قوي عشان لغايه دلوقتي ما جاش في بقي حته هاليبينو. الفراخ نفس الكلام بالظبط، التتبيله داخله لغايه جوه. وصوص التيكوس ده هو صوص بيك تيستي، فانا اول مره اعرف ان صوص البيك تيستي لايق قوي على الفراخ مش اللحم. والشيدر كمان حلوه ومليانه يعني مش فاضيه من جوه. والفراخ برغم ان هي فيها صوصات لكن لسه حافظه على القرمشه اللي فيها. الفراخ عالميه. العرض التالت بقى هو رز ريزو ومعاه قطعه فراخ ومعاه كول سلو، وده برضه سعره 99 جنيه. انا شايفها وجبه متكامله وتشبع، بس احنا اللي يهمنا الطعم. تعال بقى ناخد معلقه فيها رز وفراخ. ايه ده قريب قوي من جده. انا حاسس اللي هو صوص الريزو حلو قوي. الفراخ طبعا عالميه، رز مفلفل مستوي حلو، بهاراته هي اللي ممكن تكون قليله شويه بنسبه 95% جده. تعالى نشوف الفراخ. انا كنت عايز اخلي الفراخ اخر حاجه عشان لقيت عندهم حاجه اسمها نص دسته، وجبه 6 قطع وسعرها رهيب. هوريها لكم برضه في الاخر. نشوف الفرخه، نفتح كده سخنه قوي. الفراخ يا باشا بيضه، المفروض اللي ده صدر والطبيعي ان هو يبقى انشف شويه من الوجه. هنا بقى مفيش الكلام ده، لا الصدور هنا جوسي. الصراحه الوجبه دي انا لو هاكلها كل يوم انا هبقى مبسوط. 99 جنيه انت بتاكل ريزو عليه ستريبس وقطعه فراخ عالميه كتسويه وتتبيله ونظافه، ومعاهم كمان كول سلو اللي احنا لسه هندوق. يا جماعه الشكل المبدئي كده هو بتاع جده بالظبط، جزر قليل نفس كميه الميه اللي فيه. طب وعد الله انا مبسوط ان البراند ده براند مصري، وبشكر صاحبي اللي عرفني بالمكان ده وقال لي تعالى شوفه. رابع عرض معانا يا باشا هو برجر بيف وبرجر تشيكن، والاثنين سعرهم 99 جنيه. تعالوا نبدا بالتشيكن. انا الصراحه ما بفضلش البرجر التشيكن قوي، بس عرض 99 جنيه فراخ ولحمه فندوق. بسم الله. الطبق اللي بره الصراحه طعمها حلو قوي، واللي عاجبني ان البرجر اللحمه مش مفرومه ناعم قوي، لا اللحمه خشنه، لكن زي ما انتم عارفين انا بفضل قطع الفراخ. تعالوا نخش على الجريمه دي، ودي جريمه يا جماعه علشان الصوص اللي فوق دوت سبايسي قوي، هم حذروني منه ربنا يستر. بسم الله. قطعه اللحمه حلوه بس انا مشكلتي صوص السبايسي ده، يعني اعتقد لو صوص السبايسي ده اتغير السندوتش يعجبني اكتر من كده، لكن اللحمه تتبيلتها حلوه وسعره انا شايفه كويس قوي. سندوتش راب ومعاه بطاطس ومشروب وطبعا الكاتشب. العرض ده اسمه تورنيدو وكل ده ب 99 جنيه. تورنيدو مش دي اسم غساله يا جماعه؟ اي حاجه عندهم فيها فراخ جامده. الفراخ الصراحه حلوه قوي والسبايس بتاعها في الهادي مش اللي هو يقفلك. ليفل حلو، الخس برضه عامل شغل. فالسندوتش مع البطاطس مع المشروب ب 99 جنيه برضه انا مبسوط بالعرض ده. العرض بقى اللي بعده يا باشا قطعتين فراخ معاهم بطاطس وعيش وكاتشب وبرضه سعرهم 99 جنيه. بس احنا يا باشا هنشيل ده وهننزل ده. نص دسته 6 قطع فراخ معاهم عيش كاتشب و2 كول سلو، وده عرض اسمه عرض نص الاسبوع وسعره 250 جنيه. تعالوا بقى نبدا بالحته دي. ده بقى اللي انا بتكلم فيه، التتبيله يا جماعه داخله لغايه جوه. تعالوا نشوف الدبوس عشان دي بالنسبه لي اهم حاجه. الكلام بيبان من عنوانه، والعنوان هنا ما بيتوهش. الفراخ بيضه قشطه والله يا مامو جامله. انا مبسوط ان البراند ده براند مصري، فراخ نضيفه، الشيفات هنا الله ينور عليهم شغالين زي الفل. فانا كعمرو مبسوط بالتجربه دي وبس كده. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.